خوتي السلام عليكم. اجيو نشوفوا معه اش قال الاعلام المغربي على نهائي مونديال 2026 والذي انتهى بفوز اسبانيا على حساب الارجنتين. فرجه ممتعه. وحنا اليوم كنتذاكروا على المنتخب الارجنتيني اللي بالنسبه لي اليوم ما قدرش يقاوم، لانه اليوم فين كان يقدر ممكن ان الارجنتين شويه تغلب على اسبانيا. هو كون اسبانيا طاحوا في ذاك الفخ، وربما لان دي لا فوينتي درس هذه المساله بطريقه صحيحه، ان الارجنتين كتبغي تخرجك من المباريات، كتبغي لان مثلا اللي غتلعب مع فرقه كتلعب كره مزيان كتمشي كتدخل معاها في لونغاجمون فيزيك في الديوال في هذوك الالتحامات. الا ما نجحوش في هذه كيوليو كيدويو بفمهم، يعني باش يخرجوك من المباراه ويخرجوك من التركيز ديالك. وهذا هو اللي ما طاحش فيه اليوم المنتخب الاسباني، لانه ملي كتكون بني على اسس صحيحه واسس متينه، ودائما انا نرجع ونذكر ديشون، ملي كيكون عندك اساس اللاعب وكيكون عندك فون جو والعناصر ديالك عارفين شنو يديروا بالكره ملي تكون عندهم، وعارفين على انه في واحد السرعه قياسيه خصهم يستخلصوا الكره باش يبنيوا الافكار ديالهم. دونك هذا منتخب او فريق اللي ما تخافش منه، لانه عنده الادوات اللي هما اللاعبين يقدروا يطبقوا هذا الشيء، وعنده مدرب بافكار متطوره وافكار متجدده اللي كيمنحنا اللاعبين. واكيد على ان التجاوب كيكون بين الطرفين وكيعطيو واحد التكامليه وكيوصلوا للكمال الكروي كيف شفنا اليوم مع المنتخب الاسباني. سي محمد المغودي، اليوم إسبانيا لم تفز فقط بكأس العالم، وإنما أكدت على أن هناك عمل قاعدي، على أن هناك منهجية، على أن هناك اتحاد كرة يعمل على المستوى القريب وعلى المدى المتوسط وعلى المدى البعيد. اليوم إسبانيا تنتصر بالنتيجة، بالأداء، وأيضا بالإقناع. هل اليوم أصبحت المنظومة الكروية في أي بلد أو صناعة تلك المنظومة أمر حتمي على أي بلد أراد على أن لن تكون نتائجه ربما والألقاب تاعو ضربة حظ أو صدفة من الصدف، وتكون دائما الاستمرارية حاضرة؟ شوفوا هما هاد المنتخبات كاع اللي وصلوا للكارت فينال ما كاين حتى شي واحد تما بالصدفه، وكلشي عنده استراتيجيه عمل ديالو. انت دابا طرحتي سؤال على المنتخب الاسباني. هذا المدرب الان اللي مع المنتخب الاول راه درب الفئات الصغرى كلها وجا معها وجا معاه لاعبين اللي يلعبوا دابا في المنتخب الاول. هذه هي الاستراتيجيه، هذا هو النهج العلمي الذي ينبني على الوضوح، تحديد الاهداف وتحديد ايضا ادوات الاشتغال وتحديد ايضا حتى الامكانيات البشريه اللي يمكن تحقق هذه الاهداف المسطره. اسبانيا راه باش نكونوا واضحين راه من كاس العالم ديال 1982 كانت بدايه التفكير ديالها في الاشتغال، ولكن بدايه العمل، بدايه قطف ثمار الاستراتيجيه ديالها يمكن نقول انها كانت في 2010. من تما وهي جايه كتخدم. شوف هذا التدرج اللي كتخليها مع المدربين، وهذا التتبع اللي كتخليها مع المدربين وكتخليها مع الفئات الصغرى. راه حنا عطينا في الحصه الاخيره بان هذا المنتخب على مستوى الفئات الصغرى تقريبا فاز بجميع الالقاب، راه الارقام راه محطوطه. فاز بالميداليه الذهبيه في الالعاب الاولمبيه، فاز بكاس اليورو، ودابا كيفوز بكاس العالم، بمعنى راه ما خلى حتى حاجه. راه كيف كنقولوا حنا راه كيف راه شطب كاع الالقاب جابها من اللي عنده دابا. دونك باقي المنتخبات الاخرى حتى هي عندها نفس الاستراتيجيه. راه ما يمكنش نقولوا دابا حنا الارجنتين ما عندهاش استراتيجيه كرويه، ما يمكنش نقولوا دابا الانجليز ما عندهاش استراتيجيه كرويه، ما يمكنش نقولوا فرنسا ما عندهاش استراتيجيه كرويه. راه كلهم عندهم استراتيجيه، ولكن التفوق فين كيكون؟ في النوعيه، في التدقيق، وايضا في التتبع الكبير اللي كيكون عندهم داخل المنتخبات ديالهم. ملي كناخذوا حنا نموذج في المغرب في افريقيا، حنا نموذج الان، لكن ماشي نموذج اننا نبقاو نقولوا راه زقلنا فرنسا ولا راه كنا كنصرح نمشيو للفينال. لا، حنا في افريقيا عندنا استراتيجيه الان متفوقه مضبوطه مدققه، خصنا نرقاو بها دابا الى المستوى ديال الاستراتيجيه العالميه باش ننافسوا المنتخبات العالميه الكبرى، وما يكونش داك الشيء بنفس في بعض المحطات خاص تكون عندنا نيت. راه حنا غادي صحيح ان كاين هناك البدايه. انا شخصيا كنعتقد الان ما وصلنا اليه الان حتى في كاس العالم بامريكا راه نجاح مبهر لكره القدم المغربيه، نجاح عنده يمكن نقول يصعب وبكل تحدي على اي دوله بافريقيا الان انها توصل. خلي الاعلام هو ما يروج. كاين بعض الدول راه كويين في الاعلام، في البلاطوات، مع المستوى الواقع راه ما كوينش. راه المغرب اقوى منهم. راه حنا مشينا للكارت فينال، ما ركبنا في كار، ما ركبنا في طياره، ما ركبنا في كلشي. راه الدراري جاو وجلسوا فطروا مشاو بحالهم يديروهم. وبالتالي اننا كنقول هذه الاستراتيجيه اللي عندنا حنا في المغرب كيفاش نبنيوها، كيفاش نزيدوا نوصلوها، كيفاش نرقاو بها المستوى العالمي، خاصنا مازال نشتغلوا. وهل هذا يحتاج ربما إلى دوري قوي؟ لأنه اليوم نتحدث عن إسبانيا كدوري من أقوى الدوريات على الصعيد العالمي. لا شوف،
راه في المنتخب الاسباني راه ما كان حتى شي لاعب ديال ريال مدريد، راه حتى اخر مره فاش التحق بهم في هذا الميركاتو الصيفي عاد ولا محسوب على ريال مدريد. كوكوريا كوكوريا. فوالا. دونك المنتخب ديال اسبانيا ما فيش لاعب ريال مدريد. وشوف شنو دار، وشوف شنو حقق، وشوف النتائج، وشوف المستوى المبهر اللي فيه. انا بالنسبه لي احنا اذا كنا كنفكروا على بناء على الدوري المغربي من دابا واحد 8 سنين او 10 سنين او 12 عام راه ممكن. اما لو قلنا راه العام الجاي او بعده رانا غنقول عندنا الفرق الوطنيه تنتج لاعب بصفه دوليه كبيره، يصعب لحد الان بالمسيرين اللي عندنا الان، بالاطر اللي عندنا حاليا الان في الدوري المغربي. انا كنقول الا كنا مراهنين على 4 سنين ولا 5 سنين راه كنخربقوا. ولكن نسبه 90% من اللاعبين ديال المنتخب الاسباني يمارسون في الليغا الاسبانيه. عندهم برشلونه، عندهم ريال نعم. مدريد، عندهم اتلتيكو مدريد، عندهم شنو عندك؟ انديه كبيره. لا انت اتلتيكو شنو عندك؟ نهضروا دابا بالواقع. نعم. ماس دابا شنو غتعطيك؟ النادي القنيطري اللي كان من المنتجين شنو غيعطيك دابا؟ الجيش الملكي اللي كان من المنتجين شنو كيعطيك دابا؟ ولكن غتكون ظلم البطوله الوطنيه تقارنها وتحطها في الميزان مع البطوله الاسبانيه. راه كيفاش قلت لي غتكون من الظلم واخا يكونوا لاعبين كاع. غتقارن البطوله الوطنيه المغربيه مع بطوله ديال اسبانيا اللي فيها العمالقه ديال كره القدم ماشي الاوروبيه العالميه. كتكلم على ريال مدريد، برشلونه، اتلتيكو مدريد، سيفيا، وفقط راه كاين فوارق شاسعه. تفضل سمعنا. انا متفق مع هشام. شنو الان البادره الجميله زعما ديك الشميعات اللي مشعولين دابا اللي خصنا دابا نزيدوا نحافظوا على ديك النور ديالهم في انتظار ان تقوي هذه الانديه ثقافتها التكوينيه. لان مع كامل الاسف السي حمزه راه حتى الجمهور المغربي راه ما بقاش كيقبل ان الفرقه تكون له، خصو على الفرقه الاولى شنو تعطيه. ما بقاوش كيصبروا على الوليدات اللي طلعوا ديك المسائل. قلت الشميعات اللي عندنا مشعولين دابا هي اكاديميه محمد السادس، هي هذه المراكز الجهويه خاصها توصل دابا المرحله تبقى تنتج. دابا اكاديميه محمد السادس راه بدينا كننتجوا منها حقا، هذا واقع كنشوف، ولكن المراكز الجهويه خاصها تبقى تنتج. خاص الناس اللي يكونوا فيها يبقاو ينتجوا في انتظار. انا شخصيا كنقول نعم. كانت واحد الاشاره جميله جدا في الاجتماع ديال المكتب الجامعي مؤخرا مع رؤساء العصاب، الاجتماع الاخير اللي كان ولد البارح ولا ما عرف فوقاش كان اشاره واضحه، اهتموا شويه بالشبان. اكيد ورجعوا نكمل. نعم تفضل. نقطه مزيانه. قال ما يمكنش لاعبين كيلعبوا مع المنتخبات المغربيه ديال الفئات العمريه الصغرى حتى المنتخب اللي فاز بكاس العالم يجي البطوله الوطنيه ما يلعبش، راه ما يمكنش، وراه عنده الحق. اكيد. والحديث قادنا ربما للتطرق لبعض النقاط في كره القدم الوطنيه، ولكن دائما في اطار هذا النهائي العالمي التاريخي وتتويج المنتخب الاسباني لن ينسينا في الرقصه الاخيره لليونيل ميسي الفتى الذهبي من خير ما انجبت كره القدم العالميه، نجم الساحره المستديره في سن 39 سنه. شاهدنا على انه يقود منتخب الارجنتين باقتدار كبير، سجل 8 اهداف، صنع 4 اهداف، كان نعم القائد، كان المقاتل. اليوم انت كلاعب دولي سابق، كواحد من عشاق كره القدم، ماذا يعني لك الظهور الاخير لنجم كره القدم العالميه ليونيل ميسي، والظهور الاخير على الصعيد الدولي بقميص منتخب الطانكو؟ نهايه اسطوره كبيره، من احسن الاساطير اللي غيبقاو على رؤوس الاصابع. كتكلم على لاعب إيرت كبير من ناحيه الالقاب، لاعب اللي مع المنتخب الارجنتيني استطاع على انه ياخذ 2 الخطرات كوبا امريكا ويلعب النهائي الثاني على التوالي ديال كاس العالم، توج بوحده مشى للمباراه النهائيه، قدم كوب دي موند في المستوى الكبير، تمريرات حاسمه، عمليه تسجيل الاهداف. دائما ما كيكون هو ذاك القائد اللي كيعطي حلول هجوميه للفريق الارجنتيني على المستوى اللاعب، وايضا كليدر ديال الفريق ملي كيتدخل في بعض الاوقات اللي ممكن لانه كيرجع الروح للمنتخب، خصوصا ملي كيكونوا منهزمين في بعض المباريات وكيحتاجوا على انهم يسجلوا. فاكيد على انه خساره لمتعه العين. الكل كيبغي الكويريه، الكل كيبغي يشوف الكويريه. صحيح على انه كل واحد انتماء ديالو، ولكن هذا ما كيمنعش على انك يعني لمتعه العين كتبغي تشوف واحد البروفيل،
واحد الاسطوره بحال ميسي كتكون عنده الكره في رجلو، يقدر على انه يخلق لك منها العجب العجاب من خلال اللمسات ديالو، من خلال المراوغات ديالو، ايضا من خلال لي زاسيست اللي كيعطي. المحبين ديالو الاوفياء ديال برشلونه المتعصبين اولا ديال الارجنتين، فاكيد على انهم كانوا كيطمحوا على انه ياخذ اللقب الثاني على التوالي. علاش؟ لان في السابق كانوا دائما كيحطوه في مقارنه مع مارادونا،